السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد واكيد فيلم جديد. غير هاد المره عندنا السيري ديال نتفليكس. هو السيري كتكون من 5 ديال لي سيزون. سميتو سترينجر ثينجز، اشياء غريبه بالعربيه. وفي هاد الحلقه غنشوفوا بحال الملخص ولا نظره ولا شي حاجه على السيزون الاولى ديالو. Something is coming. My dad. المهم هذا المسلسل كيدور في سنه 1983 في واحد القريه سميتها ولا مدينه صغيره سميتها هاوكنز. هاد هاوكنز فيه 4 ديال الاصدقاء اللي هما مايك، لوكاس، جاستن وويل. اللي غيختفي منهم ويل بواحد الطريقه غريبه. غيحاولوا يقلبوا عليه. هاد 4 الاصدقاء وهم كيحاولوا يقلبوا ويلقاو صديقهم ويل، غيلقاو واحد الدريه صغيره محسنه بواحد الطريقه عجيبه سميتها غتقولي مسميتي 11. That's not Will. اللي هاربه من المختبر العلمي ديال هاوكنز. اللي هذا المختبر العلمي غيكتشفوا انهم كيديروا فيه واحد التجارب كيقوم بهم واحد سميتو الدكتور براين. كيديروا فيها بزاف ديال الابحاث على الاطفال الصغار باغيين يعطيهم شي قدرات خارقه. فهمتي كل دري صغير كترينو به على شي قدره خارقه. هاد 11 عندها واحد القدره انها تقدر تتحكم بالاشياء بعقلها، تقدر تهز اشياء، تقدر تقلب اشياء بعقلها. And the girl? داكشي علاش هي هربات من المختبر العلمي وتابعينها بزاف ديال الناس اللي كتسميهم هي باد بيبل اللي باغيين يشدوا ورجعوا المختبر العلمي بحال الحبس، حيت هما كيعتبروها بحال سلاح قومي ديال الميريكان. ومن بعد بحث طويل غيشاركوا فيه جميع كاع الناس الساكنين في هاوكنز يحاولوا يلقاو ديك ويل، غيكتشفوا انه مات غارق في واحد البركه. الحاجه اللي ما غتيقاش موت جويس، وغتقنع الشريف ديال المدينه اللي عندهم ما كتسمى الشريف اللي تسمى تشيف هوبر هو محقق كونان ديال هاد السيري. غتقنعو غتقولي غير قلب اكثر وتاكد انه مات. فاش غيحاول يقلب شويه غيلقى ان ديك الجسد ديال ويل اللي محطوط في الثلاجه انه ماشي حقيقي، وغيحلو غيلقى عامر كامل بالقطن، يعني كاينه شي حاجه مخبيه. وفي هذا نفس الوقت غيبداو يختفيو ناس اخرين بحال باربرا صاحبه نانسي، غيبداو يختفيو ناس اخرين اللي غيزيد القلق ديال تشيف هوبر. وبواحد الطريقه عجيبه بحال هي الضواو غتكتشف جويس اللي هي ام ويل انه كيحاول يتواصل معها بواحد الطريقه ديال الضوء. Will, what should I do? How do I get to you? وفعلا غادي يتواصل معها وغيقول لها انه حي، وغيشرح لها انه كاين في الدار نيت ولكن هو ما كاينش، وانه تابع واحد الوحش بغى يقتله. هذا الوحش اللي غيسميوه هما ما عندوش وجه، وبصح غيولي يبان هذاك الوحش غيولي يبان برا في العالم الحقيقي. ولكن السؤال اللي كيبقى كيتطرح هو ان ويل كيتواصل معهم ولكن منين؟ ما عرفوش منين. هذا السؤال هو اللي غتجاوب عليه 11 من بعد ما غتبين ليهم ان كاين واحد العالم اخر ولا بحال العالم الحقيقي كيتسميوه هما ابسايد داون. هو واحد العالم بحال العالم الحقيقي بحال موازي له، هي فين كيخطف هذاك الوحش كيخطف الناس ديالو. هذا الوحش اللي مع مرور الوقت مرور الحلقات غيولي يخرج للعالم الحقيقي، وغتكتشف غتشوفوا جويس وغتشوفوا نانسي وغيكتشفوا انه كيجذبوا الدم كيجذبوا 11 ولا رقم 11. الدريه اللي غيكتشفوا غتبقى تحاول بواحد الجهد كبير حيت ما عندهاش هي لي مويان باش تواصل مع ما كانوا شادينهم هذوك بحال الحبس، ما كتعرفش كيفاش تواصل مع بنادم. المهم بعد مشقه غتشرح ليهم ان كاينه واحد البوابه في المختبر العلمي ديال هاوكنز كتربط العالم الحقيقي بالعالم الموازي. هاد البوابه اللي غيدخل منها تشيف هوبر وجويس ام ويل باش يعشقوا ويل وغيلقاوه بصح. في نفس هاد الوقت كان كل من نانسي وجوناثان اللي هو خو ويل وستيف كيحاولوا يجذبوا الوحش، تا هما غينشعوا انهم يجذبوا الوحش ويقتلوه غيحرقوه. وفي هذا نفس الوقت
يعني الحلقه الاخرى، هادشي خصكم تشوفوا الحلقه الاخرى. في هاد نفس الوقت غيكونوا هاد ثلاثه الاصدقاء اللي بقاو معاهم 11، مايكل ولوكاس وجاستن، ومعاهم 11 غيكونوا مخبين في الهاي سكول ديال هاوكينغز، في المدرسه ديال هاوكينغز. وصافي قربوا يشدوهم هذوك لي باد بيبول اللي كتسميهم 11 باد بيبول، الناس اللي باغا ترجع 11 للمختبر. وفي نفس الوقت غيخرج الوحش في المدرسه اللي غتستطع 11 انها تقتله بالقوه الخارقه ديالها، وفي نفس الوقت غتختفي 11. Goodbye, Mike. وغتسالي هاد السيري الاولى بعوده ويل، و11 ما غتبانش، غتختفي مع الوحش، وباربرا غتكون ماتت. وغتكون اخر لقطه في السيري ان ويل كيدخل للطواليت وكيحاول يغسل يدو، وغيكحب واحد الجسم غريب. المهم انا ما نقولش لكم التقييم ديال دابا حتى يسالي المسلسل كامل، حتى تسالي السيري كامله. وصراحه ما الا قلت لي مسلسل فيه الدراري الصغار وخيال علمي امبوسيبل تقنعني في الاول انني نتفرج فيه، ولكن مسلسل حد الان واعر بزاف.